الفيديو ده انا هقارن فيه بين الاوبريتنج سيستم اللي موجود في السامسونج جالاكسي S23 الترا وهو اندرويد 13 زائد الون يو اي 5.1 الخاص بسامسونج مع اللي موجود في الايفون 14 برو ماكس وهو الاي او اس 16. انا بقالي فتره بتحرك بالتليفونين دول وبحاول ان اي حاجه اعملها في واحد منهم اعملها في التاني كمان عشان اعرف اقارن صح. وعايز اقول لك ان الاوبريتنج سيستم اللي موجود هنا اكتر من رائع. ايوه في الايفون انا مش ماسك التليفون الغلط وانت ما قريتش عنوان الفيديو غلط، بس اديني دقيقه واحده. انت الجهاز ده حطك جوه دايره رائعه من التناغم بين الاجهزه وبعضها، فانت عن طريق الاير دروب تقدر تبعت اي حاجه من اي ايفون لاي ايفون تاني بتاعك، او حتى ايباد او حتى ماك بوك. فالسرعه بتاعت نقل الملفات ما بين الاجهزه بتاعت ابل كلها مع بعضها رائعه جدا. بالاضافه كمان انك تقدر تعمل كوبي لتكست من ايفون وتعمله بيست في اي جهاز تاني بتاعك تبع ابل. وطبعا خاصيه الفيس تايم او الاي مسج لو انت موجود في بلد بتدعم التطبيقين دول، فمديلك امكانيات رائعه جدا. بس هل المميزات دي كفايه انك تخليك تشتري ده بدل ده؟ في رايي الشخصي لا. التليفون ده وانا شغال عليه بحس ان انا متاخر سنين كتيره. ده مش سوفت وير ينفع يبقى موجود في سمارت فون في 2023. وعشان ما بقاش بقول لك رايي الشخصي، انا هقارن لك السوفت وير ما بين التليفونين دول، وانت بنفسك في نهايه الفيديو احكم وقول لي انه اوبريتنج سيستم اللي عاجبك اكتر. ولو انت واحد مستخدم للايفون فالهدف من الفيديو ده ان يعرفك في ايه بيحصل على الناحيه التانيه مع الاندرويد. اما بقى لو انت واحد مستخدم اندرويد فاوعدك انك في الفيديو ده هتعرف شويه امكانيات ومميزات ما كنتش تتوقع انها موجوده في التليفون ده. فيلا بينا. خليني ابدا معاك بامكانيات الكاميرات عشان انا عارف ان دي نقطه رئيسيه انت ممكن تكون بتختار الموبايل بناء عليها. وانا هنا مش هتكلم عن ريزوليوشن التصوير او الكواليتي بتاعت الصور، لان دي انا عملت لها فيديو كامل تقدر تشوفه وهسيب لك لينك ليه في وصف الفيديو تحت. لكن انا الفيديو ده هتكلم عن السوفت وير نفسه بتاع الكاميرا. فاوضاع التصوير في الايفون مقارنه بالجالكسي محدوده شويه. فانت عندك هنا في الجالكسي اوضاع زي الدايركتورز فيو، وده انا شايفه فعلا حلو قوي في انك تقدر تسجل بالكاميرا الاماميه والخلفيه مع بعض، وتقدر تختار عايز تحتفظ بكل فيديو لوحده ولا عايز تجمعهم مع بعض بالشكل اللي تحبوه. فدي حلوه للناس الفلوجرز اللي عايزين يبانوا في الفيديو اثناء ما هم بيصوروا حاجه تانية. وضع تاني هو السنجل تيك، واللي عن طريقه تقدر تصور فيديو صغير والتليفون لوحده هيطلع من الفيديو ده اكتر من محتوى وتنقي منه انت بعد كده الحاجه اللي عجبتك. وده عن طريق الاي اي اللي بيحاول يتعرف انت صورت ايه وايه المهم هنا. بالاضافه لوضع الاكسبرت رو، وده بتاع الناس المحترفين بقى في التصوير واللي من خلاله تقدر حرفيا تتحكم في كل حاجه في الكاميرا كانك معاك كاميرا بروفيشنال فعلا. فانت هنا تقدر تتحكم في الوايت بالانس وفي الفوكس وفي الاكسبوجر وفي الشاتر سبيد والايزو. بالاضافه انك عندك كمان هيستوجرام شايف منه توزيع الاضاءه في الصوره ازاي، وتقدر تحتفظ بالسيتنجز المختلفه اللي انت عاده بتستخدمها عشان مش كل مره ترجع تعيد القيم من تاني. وتقدر تعدل في القيم دي مش بس بالتصوير ال 12 ميجا بكسل، لكن كمان لو هتصور ب 50 ميجا بكسل. وامكانيه التحكم في الاعدادات دي مش بس في الصور الثابته، فانت عندك هنا البرو فيديو واللي تقدر تتحكم منه في كل حاجه زي فتحه العدسه وكل النقط اللي اتكلمنا عنها في الصور. بالاضافه كمان انك تقدر توصل مايك خارجي وتسجل بيه عشان يطلع لك اعلى جوده، او تختار انه مايك من اللي موجودين جوه التليفون هو اللي يسجل. فطبعا دي حاجات مفيده جدا لاي حد بيحب يصور فيديو بروفيشنال. بالاضافه لان وضع الفيديو العادي فيه الخاصيه اللي شفناها في الايباد والتابلتس وهي الاوتو فريمنج، فالتليفون يقدر يزوم ان ويزوم اوت اوتوماتيك عشان يفضل مركز عليك انت في الفيديو. كل الحاجات دي طبعا مش موجوده خالص في الايفون. بالاضافه كمان للامكانيات بتاعت الاوجمانتد رياليتي واللي فيها شويه اوبشنز لذيذه لو عندك اطفال او لو عايز تعمل فيديو فاني شويه. وكمان حاجة سخيفة شوية في تصوير الفيديو في الايفون، وهي اني لو بصور فيديو فانا ما عنديش زرار بوز، لازم اعمل ستوب بس. وحاجة كمان ما كانتش عجباني ان لو بصور فيديو سلو موشن وجيت نقلته من الموبايل للكمبيوتر مش هيتعرض كسلو موشن على الكمبيوتر، مع انك لو بصيت على الفريم ريت بتاعه هتلاقيه متصور على فريم ريت عالي قوي. فانت يا اما تعدله بنفسك من برامج فيديو اديتنج بعد كده من الكمبيوتر، او تنزل تطبيق زي اي موفي ومنه تقدر تعمل اكسبورت للسلو موشن. فدي خطوات انا شايفها اطول، في حين ان في سامسونج الفيديو بيتحط على الكمبيوتر زي ما بتشوفه على الموبايل. وبفكرك انك لو عايز تشوف مقارنة تفصيلية للصور والفيديوهات بتاعت التليفونين دول ففي فيديو كامل انا عامله عن الموضوع ده وهسيبهولك في وصف الفيديو تحت. ده بالنسبة للنقطة بتاعت الكاميرات. خلينا دلوقتي بقى نشوف التليفون نفسه.
وخلينا نبدا من اول ما تبص للتليفون من بره. فالايفون اخيرا بقى فيه خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، بس دي للاسف مش في كل السلسله، لكن في الايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس بس. وانا اعترف واقول انها فعلا عجبتني وشايفها مديه روح جديده للايفون، على عكس بتاعت سامسونج السيمبل جدا واللي بقالها سنين ما اتغيرتش. لكن يحسب لها هنا انها موجوده في كل الموديلات، من ارخص موبايل من سامسونج لغايه الفلاج شيبس. وانت في التليفونين تقدر تعدل شكل الساعه والتاريخ بالاضافه لشويه ويدجز موجوده هنا على الشاشه. لكن في السامسونج لازم تدوس دوستين على الساعه في الاولويز اون ديسبلاي وتسحب لتحت، او لو انت على اللوك سكرين فهي دوسه واحده بس. بعد كده الايفون فيه دايناميك ويدجز، ودي حلوه انك تتابع الدنيا من غير ما تفتح التليفون. بعد كده في السامسونج انت تقدر تعمل انلوك للتليفون باكتر من طريقه، فانت عندك فينجر برينت او بصمه صباع او بوشك، او عندك بين كود او باس كود. لكن في الايفون للاسف انت ما عندكش غير الفيس اي دي والباس كود. انا مش متخيل ازاي لغايه النهارده ابل مش حاطه فينجر برينت في تليفون بحوالي 1200 دولار يعني. خلينا دلوقتي نتحرك جوه التليفون نفسه، وزي ما انت شايف ان الاي او اس فيه كل التطبيقات والويدجز موجوده مع بعض في الهوم، على عكس الاندرويد اللي فيه مكان مخصوص للتطبيقات وانت اللي تختار عايز ايه يبان على الصفحه الرئيسيه. وكمان الويدجز هنا في سامسونج انتراكتيف، يعني تقدر تتفاعل معاها وتعلم على التاسكس اللي خلصت مثلا، او توقف وتشغل التراك اللي شغال. على عكس الايفون انت هنا بس بتعرض الويدجز لكن ما تقدرش تتفاعل معاها من بره، ولازم تفتح التطبيق نفسه. حاجه كمان استغربت لها وهي انك ما عندكش امكانيه انك تقفل كل التطبيقات مره واحده، ولازم تعدي على واحد واحد تقفله. او بقى عشان ابقى امين معاك انت تقدر تشيل بالثلاث تطبيقات مره واحده، ده اخرك. لكن مفيش زرار زي ده يخليك تقفل كل اللي مفتوح مره واحده. هتلاحظ كمان ان انت هنا في الايفون ما عندكش زرار باك، وعشان ترجع يا اما تدوس على الكلمه اللي بتكون في الكورنر فوق دي لو التطبيق فيه الامكانيه ديت، او ترجع للصفحه الرئيسيه وتبدا من الاول. فزرار زي الباك ده بيسهل عليك الحركه في الموبايل، خاصه لو هتستخدمه بايد واحده. وموضوع الاستخدام بايد واحده ده خاصيه حلوه موجوده في سامسونج بس، عشان الناس اللي ممكن تكون شايفه مساحه الشاشه كبيره شويه. فانت تقدر تسحب من زرار الهوم كده لتحت وهتلاقي شاشه التليفون صغرت، وتقدر توصل لاي مكان انت عايزه بايد واحده. وفي الايفون في حاجه مشابهه شويه لكده، لكن دي مجرد عشان تفتح منها النوتيفيكيشنز او الكنترول سنتر، وبمجرد ما تختار اي واحده منهم بترجع الشاشه لمقاسها العادي، وما فيهاش نفس كميه التحكم اللي في السامسونج. كام نقطة تانية من اللي بيستفزوني جدا في استخدام الايفون، وهي ان ابل هنا مصعبة علينا كل حاجة. يعني مثلا لو عايز اظبط حاجة ومحتاج اروح للسيتنجز، لازم اروح للهوم وادور على البيج اللي فيها السيتنجز وادوس عليها، ما اقدرش حتى اضيفها في الكنترول سنتر. في حين ان هنا في اندرويد انا اقدر اجيبها على طول من النوتيفيكيشنز بانل. حاجة تانية برضو كانت كاونتر برودكتيف بالنسبة لي، وهي اني عشان اشوف النوتيفيكيشنز لازم اروح بصباعي لغاية الكورنر الشمال فوق خالص واسحبه لتحت، فلازم استخدم ايدي الاتنين هنا او احط التليفون على حاجة، على عكس سامسونج اللي اقدر بسهولة اسحب صباعي لتحت عشان ينزل لي النوتيفيكيشنز. وكمان اقدر ادوس مرتين على الشاشة عشان تقفل لو مش عايز ادوس على زرار الباور مثلا. فكل حاجة هنا بتتعامل بصعوبة، حتى فكرة اني مجرد اعمل مكالمة تليفون. فسامسونج بتدعم تكنولوجيا التي 9 اللي بتخليك تقدر تطلب اي حد انت عايزه بانك تكتب الارقام اللي فيها حروف اسمه. يعني مثلا بشوي تدوس على بي اي اس فهيطلع كل الاسماء اللي فيها الحروف دي وتتصل بسهولة. لكن حاجة بسيطة خالص زي كده مش موجودة في الايفون. ركز معايا قوي بقى دلوقتي عشان عايز اتكلم معاك في خاصيتين في التليفون ده احسن من بعض، وفعلا انا بستخدمهم كتير جدا. اول خاصية هي السكيور فولدر، وانت بالخاصيه دي انت عندك تليفون جوه تليفونك، فانت عندك هنا فولدر تقدر تحط فيه كل حاجتك الخاصه. فانت تقدر هنا تحط تطبيق البنك بتاعك او الايميل الخاص اللي عليه حاجات سنسيتيف مثلا، او صور شخصيه مش عايز اي حد يمسك التليفون يقدر يشوفها، او اي ملف تاني مهم بالنسبه لك. على عكس الايفون اللي فيه ان انت ممكن تخفي صوره مثلا او تحطها باسورد، لكن ما تقدرش تحط ابلكيشنز مثلا تعمل لها هيدن او تحطها جوه مكان مخصوص بباسورد. وتقدر كمان تغير اسم الفولدر ده وتغير الايكون بتاعته. تاني خاصيه انا مش شايفها واخده حقها خالص من سامسونج في التسويق هو سامسونج ديكس. ولو كنت في الاوبشن اللي فات بقولك انت معاك تليفون جوه تليفونك، فانت في ديكس انت معاك كمبيوتر جوه تليفونك. فانت تقدر توصل الموبايل بشاشه عن طريق اليو اس بي سي اللي موجود هنا، والتليفون هيفتح لك واجهه استخدام تانية خالص شبيهه بالويندوز. تقدر منها تفتح كل تطبيقاتك من التليفون على شاشة كبيرة، وتقدر تشغل عليها الكيبورد والماوس، وتقدر تفتح تطبيقات جنب بعض وتعمل منها برزنتيشن في شغلك، وكل حاجة كأنك معاك لابتوب عليه نظام اندرويد.
وميزه ان انت تشغل اكتر من تطبيق مع بعض دي مش بس موجوده جوه بيئه ديكس، فانت حتى في التليفون العادي وفي الاستخدام اليومي تقدر تفتح اكتر من تطبيق جنب بعض. فانت هنا اي تطبيق انت فاتحه تقدر تسحبه من الكورنر كده عادي، وهتلاقي ان انت قادر تحركه في الشاشه براحتك، بالاضافه انك ممكن تكبره وتصغره، ممكن تخليه في صوره بوب اب ويندو كده لو انت مش عايزه دلوقتي، او ممكن تحطه في نص معين من الشاشه وتفتح في النص التاني تطبيق تاني خالص. ولو انت مثلا التطبيقين دول بتستخدمهم مع بعض كتير، فانت ممكن بدل ما كل مره تفتح كل تطبيق لوحده، انت ممكن تسيفهم مع بعض ويبقوا موجودين بمنتهى السهوله، تقدر ترجع لهم في اي وقت. في الحقيقة هي الفروقات ما بين النظامين دول لسه ما خلصتش، وعندي حاجات كتير عايز اتكلم عليها زي السمارت لوك مثلا والفلوتنج نوتيفيكيشن والثيمز والحاجات دي كلها. فانا مش عارف حاجة زي كده بتستهويك ولا لا، فلو انت حابب انك تشوف فيديو تاني عن مقارنة السوفت وير مع بعضه، اكتب لي تحت في التعليقات واجهز لك فيديو تاني. وحابب افكرك ان ده تاني فيديو مقارنة ما بين الجهازين دول ببعض بعد الفيديو بتاع الكاميرات، ولسه في فيديو تالت هتكلم فيه عن كل الفروقات اللي فاضلة ما بين الجهازين، زي الشاشة والبطارية وحاجات زي الاسبان والدايناميك ايلاند وكل الفروقات اللي فاضلة. فلو انت فعلا بتحب تشوف مقارنة التليفونين دول مع بعض، اتأكد انك تكون عامل اشتراك في القناة ومفعل زرار الجرس عشان لما ينزل الفيديو اللي جاي يجيلك نوتيفيكيشن بيه. يلا اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.